السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في القناة. كما كتشوفوا معايا غادي نشارك معكم هاد الشهدة اللي كتجي مهويه ومفشفشه بدون بيض. طريقتها سهله البنات، اكيد غتكون ناجحه معكم حتى نتوما ولا تكوني مبتدئين ان شاء الله. كما كتشوفوا جات محمره مذهبه في اللون، زينتها برقائق اللوز. وانت اختي لك الاختيار في التزيين، ديري شويه زنجلان اولا دهنيها غير بالكونفيتير والكوك. الطريقه اللي عجباتك نتيا غادي تزينيها، ولا لا عندك موجود رقائق اللوز زيني بهم، كيجيو مقرمشين ولذات صراحه. دهنتهم انا بشويه ديال العسل وجاو غزالين. هانتوما كما كتشوفوا شهده بمعنى الكلمه، جات رائعه. البنات باش ما نطولش عليكم، ما ننساش بعدا نقول لكم ديروا لايك وحفزوا لي بواحد التعليق الفيديو، جزاكم الله خيرا. وحتى البارطاج البنات ممكن تبارطاجيوها مع الاهل والاحباب، كاينين الناس اللي ما كيبغيوش البيض، وهاد الطريقه هذه راه ناجحه 100%. المهم ضفت في هذا البول هذا ربعه ديال الحليب، يعني 250 ملي، وكاس ديال الماء فيه غير 100 ملي. الحليب كان سخون مزيان وضفت عليه الماء باش جاني هو هذاك. ضفت معلقه ديال الخميره الفوريه ومعلقه ديال السكر. كنضيف عليهم شويه ديال الدقيق، جات ديال معلقه 4 المعالق ولا 5 ديال الدقيق الابيض. البنات اللي بغيتو تضيفوا اي نوع من الدقيق راها كتجي رائعه، حتى لان فايت لي درت بريه والشغيب بالفينو جا رائع بحال الا ضفتي فيه الدقيق الابيض. الا بغيتو تدخلوا القناه وتشوفوه جا غزال. المهم البنات كنخلي هذا الخليط هذا غادي نخلطو مزيان مزيان تينسجم مع الدقيق والحليب والخميره والسكر، وغادي نخليهم حتى يختمروا. المهم نتوما غادي تضيفوا كما قلت لكم عينكم ميزانكم 4 ديال المعالق 5 ديال المعالق ديال الدقيق، راه ماشي مشكل. كتحسوا به شويه بدا كيجيكم في التخلاط ثقيل شويه، وكتخليوه كتخليوها المره الاولى حتى يختمر. راه الحال سخونه البنات، يعني هاد الشهده راه كتوجد دغيا دغيا. الحال سخون الخميره كتفاعل لينا بسرعه. غادي نغطي عليها هكا وغادي نخليها تختمر، راه غير 6 دقائق اختمرات. تقدروا تغسلوا مويعنات ديروا اي حاجه، ومن بعد كترجعوا ليها كتلقاوها بدات كتفاعل. هانتوما كما كتشوفوا معايا. غادي نزول هذيك البلاستيكه، ما غاديش نضيعها، غادي نخليها باش نغطي بها مره اخرى. كنحطها غير هنا حدايا، ومن بعد غادي نبدا نضيف الزيت ونضيف الملح. كما قلت لكم الملحه ما كنضيفوهاش في الاول، باش كنخليو الخميره تفاعل لينا دغيا دغيا، ما كتقطعش لينا داك الجهد ديال الخميره. دابا كنضيف على حسب الذوق البنات. انا عندي معلقه غير صغيره، درت جوج صغيره بزاف ديال القهوه، وكنزيد عليها نصف كاس ديال الزيت. نصف كاس، يعني الكاس راه كيزيد ليا غير 120 ملي، كنضيف انا النصف يعني ديك 60 غرام 60 ملي. وصافي وكنبدا نخلط. بهذه الطريقه كتجينا مهويه، راكم شفتوا الشكل ديالها غزاله البنات بصح رائعه. الضياف اللي كلاوها عندي عجبتهم بزاف بزاف. حتى المذاق ديالها كتجي زوينه البنات. الا عندكم نتوما الفاني تقدروا تضيفوها، عندكم قشور الحامض وبغيتو ديروا النسمه ديال الحامض في البريوش تقدروا تضيفوه. انا ما موجود لياش الحامض، كان موجود ولكن ما ضفتوش، ماشي مشكل. جاتنا غير بالحليب وبالمذاق ديال العسل باش دهنتها، ورقائق اللوز جات زوينه بزاف. صافي كنبقاو نضيفوا البنات الدقيق حتى نحصل على واحد العجينه بحال هكا هانتوما. ومن بعد المهم كتكون متماسكه. كندير بحساب راه غادي نضيف معلقه نص معلقه ديال الزبده. المهم معلقه تكون غير متوسطه، تكون ديال الزبده بحراره الغرفه. غادي نبقى نحاول ندخلها مزيان مزيان. من بعد غتشوفوها غادي ترجع ترخف، غتولي مرخوفه اكثر. البنات ضروري تخليو العجين مرخوف باش كيجي ناجح معكم. نتوما ملي دخلت هذيك الزبده ترخفات اكثر، وانا غادي نخليها هكاك. ملي كتخمر غادي تطلق داك الجلوتين ديالها، غتوليو دهنوا يديكم غير بشويه الزيت وصافي. وها ضروري ضروري البنات تكون مرخوفه، لان الا خليتوها قاصحه راه غتجيكم مدقسه هانتوما، وغتجيكم كي الخبز. قد ما خليتوها مرخوفه غتجيكم ناجحه. هاد المول هذا عندي داير دهنتو بشويه ديال الزيت، ماشي بزاف غير شويه باش كتحمر لينا حتى من التحت وما كتلصقش بزاف. شوفوا العجين كي تيجي غزال رائع ما كيلتصقش، يعني راه يدي كندهنها شويه ديال الزيت وصافي كتجي غزاله كتدلك الصراحه بوحدها.
المهم البنات غادي نجمعها باش نحيد من هذاك الهواء اللي كيكون فيها ولي غاز، وعاد غادي نبدا نكورها جهد ديال المشمشه البنات، ما كتكونش كبيره لان من بعد كتختمر كيضاعف الحجم ديالها وتقدر كاع تخرج لكم من المول. انا عندي هذا المول اللي عنده الجوانب ديالو شويه ما عاليينش، لهذا البنات كنديروا عندنا ميزانه باش ملي كنديروا واحد الحاجه تكون راقيه حتى في الحطه ديالها. هانتوما كما كتشوفوا ضروري من الزيت وهي راه مرخوفه، كنحاول نلولبها مزيان وكنحطها فين ما شفت درت شي قريصه كبيره كنعاود نقص منها باش كندير الحجم يعني نفس الحجم باش تعطيني الشكل زوين. وفعلا راكم شفتوها في سميتو جات رائعه، جا الشكل ديالها غزال، جاو القريصات كلهم بحال في تقاده وحده. المهم هاد العجين اللي درتها البنات ديال ربعه ديال الحليب وكاس ديال الماء جاتني هي هذيك، يعني القياس ما شاطتش ليا العجين. القريسات جاوني عمروا ليا المول، هذا المول هذا راه كبير ما شاء الله زعما من الحجم الكبير، وعمرت بها كاع داك الكميه اللي عندي ديال العجين جاتني هي هذه قداتني في هذا المول هذا، يعني ماشي المول ديال الحجم الصغير، راه شي 22 على 22 يعني راه كبير. صافي البنات غادي نبقى حتى نكمل العجين كامل اللي عندي حتى نعمر المول، وعاد غادي نرجع معكم ان شاء الله. نتوما شوفوا الحجم اللي كندير، كنحاول غير نوريكم وبهاد الاخره هادي باش نتوما ما تكبروهمش، غيجيكم القياس راقي في الحطه ديالو. كاينين الاخوات اللي بغا يديروها في شي مول مستطيل راه ماشي مشكل، غير كتقادوا الحطه راه كتجي. هانتوما راني كملته، عطاتني قريسات جاوني حدو قدو كما كنقول. دابا البنات غادي نغطي عليها بواحد سلوفان اولا البلاستيك الغذائي، وغادي ماشي غادي نزير عليها كما كتشوفوا، غادي نخلي داك البلاستيك يكون مرخي عليها باش نعطيها فين تنفخ. خليتها يعني ماشي كرفت عليه، الا كرفنا عليه راه غادي تخمر وغادي تقعص. هانتوما كنخليه مرخي فوقها باش كنعطيها فين غادي تخمر وتضاعف الحجم ديالها. غادي نغطي عليها ونخليها البنات ضروري من الاختمار واحد 10 دقائق حتى يجي الحجم ديالها مهوي مزيان حتى في الخميره. بصراحه الكوزينه مع كنشعل الفران، الكوزينه سخونه، كنغطي عليها دابا بهذا المنديل هذا غير خفيف. وهانتوما كما كتشوفوا عرفتوا راها كتجي رائعه، كيجي الحجم مقد وكيجيو صراحه ناجحين 100%. ضروري البنات ما كندهنا بشويه ديال الحليب والبيض. الحليب دائما كندير الحليب اكثر من البيض باش كيزين لينا الواجهه ملي كطيب وكتعطينا واحد اللون موحد، لان الحليب كيجي شويه كيرخف لينا البيض وكيعطينا اللون موحد، ما كتجيناش ديك الجهه واحد الجهه حمراء، لان ملي كديروا البيض شويه خاتر كيعطيك اللون كيكون مبقع، كيعطيك لون حمر ولون كيتحمر بزاف كيجي بحال بغى يتحرق. لهذا من الاحسن دائما تغلبوا الحليب على البيض، راه كيجي اللون موحد. عندي رقائق اللوز ضروري ما غادي نزين هاد القريصات ديالي برقائق اللوز. الا عندكم زنجله نضيفوا البافو، عندكم شويه تاع الكوك بغيتو تضيفوه في الاول ولا يعني يتحمر معاها يجي اللون هكا قهوي من الفوق، اللي يعجبكم بغيتو طيبوها هكا عاديه ومن بعد دهنوها بالكونفيتير ولا بعسيله وديروا ليها الكوك من هذا. كاينين الناس اللي كيعجبهم كوك مره محمر مره غير خضر، راه كتجي رائعه. عندكم رقائق اللوز غادي تزينوا بها. في الاول كنت كنحط هكا وحيده بغيت نشوف الشكل، ولكن شفت غادي نضيع الوقت بزاف، صافي بديت كنحطهم عشوائيين وعطاتنا الشكل ديالها كما كتشوفوا رائعه غزاله. غادي نطيبها على 200 درجه حتى تتحمر على هذا الشكل هذا كما شفتوا، كتجينا مذهبه كما قلت لكم. هانتوما كيجي لون واحد. الا كان الحليب مغلب على البيض يعني كتكون شويه جاريه، راه كتجي غزاله كتجي ناجحه 100%. ما تنسيش اختي ليا لايك عافاك. كاينين الاخوات اللي كيشوفوا كيستافدوا من بعد كيخرجوا ما على بالهمش. الله يرحم الوالدين، الا استفدتي انت انا خليني نستافد معاك مشكوره، لان بالله كيزيد يترفع الفيديو اكثر واكثر ان شاء الله. وشكرا الاخوات اللي كيديروا لايك قبل ما يشوفوا ليا الفيديو، خصوصا الاخوات اللي معايا كيشوفوا قبل كيديروا لايك وكيبداو الفيديو يشوفوه. مهم مرحبا بالاخوات كاملين.
باللي نضموا جداد واللي معايا، باش حتى وحده ما تغضب مني. نتمنى تشتركوا الى عجبكم محتوى القناه. كنقول لكم مرحبا، انضموا معايا في هذه العائله، مرحبا بكم. كندهن ضروري بعسيله، انا موجود عندي شويه د العسل ومع باقه سخونه كندهن باش كيجيونا هاد رقائق اللوز مذهبين. هانتوما كما كتشوفوا كيجيو عاطل المنظر. ضروري هاد رقائق اللوز ديروهم هما خضرين، ما يكونوش محمرين من قبل باش ما يتحرقوش معكم وكيبقى يعطيونا هاد الشكل ديالهم الرائع. بارطاجيها اختي ولا خويا، ولا بارطاجيوها مع الاهل والاحباب ديالكم، قولوا لهم ديروا هاد البريوش راه ناجح 100% بدون بيض. انتم راه حنا كلينا منها لان كانوا عندي الضياف كلاو منها وداو منها شويه بصحتهم وراحتهم. نتمنى البنات هاد الوصفه تكون نالت اعجابكم، والله يعجبنا في الصواب دائما. شكرا عليكم على حسن المتابعه، والى فيديو قادم باذن الله.